السلام عليكم. دلوقتي حبيت ان انا اعمل معاكم فيديو وهنزله غير اليوم اللي انا بنزل فيه كل فيديو. هينزل قبل يوم الخميس ان شاء الله، هحاول انزله وهيبقى فيه فيديو ان شاء الله يوم الخميس عادي جدا. هتكلم عن نقطه ودايما انتوا بتسالوني فيها، اللي هو ازاي نراجع للميد، فانا حبيت ان انا انزله بدري شويه. يا جماعه، المذاكره انت تفضل تذاكر كتير وبطرق كتير مختلفه جدا، لانك انت مش هتكون عارف ايه الطريقه اللي انت عايز، اللي انت بتعرف تذاكر فيها وهتجيب معاك نتيجه، غير بعد محاولات كتير. كلنا كنا كده، وكلنا كنا بنمسك المحاضره بنقعد فيها يوم كامل، كنا بنقعد نذاكر ونترجم كلمه كلمه. فانا دلوقتي جايه هقول لكم على طريقه، سواء كنت ماشي اول باول او مراكم او ما ذاكرتش خالص او مش عارف، عشان نقدر ان احنا نلم في الميد ونقدر ان احنا نجيب نتيجه كويسه ونطلع منها باقل الخسائر يعني. اول حاجه، والله في ناس، انا من الناس اللي هي بتحب انها تفهم المحاضره قوي وتقراها وبس كده. القلم ما بيمشيش معايا خالص غير في حته ان انا لو حبيت حسيت ان السؤال ده هيبقى مقالي، فانا ببتدي ان انا اكتبه. بس حتى لو انا مثلا في الميد مثلا مش هيبقى فيه اسئله مقالي، هيبقى كلهم MCQ. فانا هحاول ان انا اسمع الريكورد وبعدين ابدا اقرا المحاضره، او المحاضره شغاله الريكورد بسمعه وايدي بتخطط على الحاجات اللي الدكتور بيقول لي عليها. السؤال ده قال ان هو مهم، فهو مش بيقول كلمه مهم من فراغ، هو بيجيبه فعلا في الامتحان. قال ان النقطه دي مهمه، قال ان حط مثلا سؤال هنا في النص كده، وقال لك ان، وقالوا مش شرط ان هو هيقول لك ان هو هيجي في الامتحان، لا خالص، هو بيقوله وانت المفروض انك بتكتب كل حاجه هو بيقولها. فانت بتفرغ المحاضره من الريكورد وبعدين بتبدا انك تقرا المحاضره بعينيك. لازم انك انت تفهم المحاضره قوي قوي قوي. مش فكره ان انا قرات المحاضره وانا مش، ما ينفعش انك انت تقفل المحاضره كده غير وانت فاهمها بمعنى اصح. وبعدين كده خلصنا؟ لا طبعا، لازم نطبق، نقفل، نحل اسئله. طيب يا روناء، دلوقتي انا مش بينزل لي اسئله من الجامعه، خلاص ChatGPT عندك، الديب ستيك او في جيميناي، في برامج كتير قوي تقدر تدخل عليها الPDF وقول له انك انت تعمل لي اسئله منه. لازم تطبق، لازم بعد ما تذاكر لازم تحل. عايزه اقول لك، فكره انك انت تقعد تكتب كل كلمه بايدك هتاخد منك مجهود كتير وهتاخد منك وقت كتير. فانا عايزاك تبقى تذاكر بذكاء شويه، مش كل كلمه في المحاضره تقعد تنقلها في الكشكول وتقولي ان انا بلخص، لا خالص. مش ده المطلوب منك اطلاقا. كل المطلوب منك، لان حاليا انا مزنوق، حاليا انا بذاكر للميد وبذاكر المحاضرات اللي هي في الاصل شغاله. طيب دلوقتي ان انا بذاكر للميد بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، انما المحاضرات اللي انا شغاله دلوقتي ببدا اعمل خرائط ذهنيه عادي في الكشكول، ببدا الخص جدا عادي في الكشكول، ببدا ان انا بسمع برضو المحاضره وبعدين برجع ان انا اقراها بعيني، ولو في حاجات حاسس ان انا هنساها ببدا ان انا اربطها باي حاجه في الدنيا. خد بالك، مفيش حد يعني هو هيدور وراك وانت بتذاكر، يعني مفيش حد هيدور انت بتذاكر ايه او كاتب ايه في كشاكيل المذاكره بتاعتك، لان هي حاجه خاصه بيك. فمهما كتبت تعويذات اي حاجه بقى، محدش هيدور وراك. عشان تقدر تجيب تقدير كويس فانت ذاكر بالطريقه اللي هي تريحك ومالكش دعوه باي حد. يعني حاول برضو ما تترجمش كل كلمه مكتوبه في الPDF. حاول تستوعب مثلا زي ماده الترمينولوجي اللي عندك. يقول لك مثلا ان كلمه سايت معناها سيل، مش شرط ان انا اعرفها كمان انها معناها خليه، اصلا هي مش هتجيبها لي عربي خالص في الامتحان. انا افهم سايت معناها انها سيل، ليوكو معناها ايه، وايت. خلاص انا لازم ابرمج دماغي شويه على الانجليش، فاهم؟ لانك انت لو برمجت دماغك من سنه اولى على الانجليش يعني هترتاح كتير قوي. لكن حتى مش بقولك ان انت ما تعرفش معناها في العربي خالص، يعني المفروض ان انا اكون عارف معناها بالعربي، بس عارفها في دماغي، مش كل مره لما ارجع اذاكر اقعد اقول ايه سايت معناها خليه معناها سيل. لا، سايت معناها سيل، خلاص خلصنا، انا عارف ان هي خليه، انا مش هقعد اكرر كتير، لازم ابرمج دماغي على الانجليش شويه. مثلا برضو في الاناتومي، لو دخلت اناتومي برضو هتلاقي ترجمه جوجل غريبه قوي، ترجم لك كلمات غريبه، لان هي ترجمه حرفيه طبعا، واحنا عندنا بندرس باللاتيني واللاتيني مش بيترجم. انا لما مثلا في الاناتومي والله كلمة تراكية مثلا وانا مش عارف معناها، هعمل ايه وقتها؟ اكتبها على جوجل، اشوف صورتها، اعرف مكانها فين. كلمة ليفر مش شرط مكانه فين، موجود فين في الجسم، خلاص بقت عندي المعلومة، انت فاهمني؟ فانا عايزاك تفهم بس وتركز وما تخافش خالص، الامتحان هيبقى جميل. وارمي الثانويه دي خالص، ارميها، ملهاش اي علاقه خالص بالجامعه، بالعكس الامتحانات هتبقى مباشره جدا. واتوقع يعني الامتحان بتاعكم بيبقى الكتروني، سنه اولى او تانية بيبقى الكتروني في الميد. وان شاء الله خير والامتحانات هتبقى جميله. ذاكر الPDF كويس قوي. طيب لو انا مش فاهم خالص من الدكتور، من اللي بيشرح، ما بيشرحش كويس، بس انت لازم تسمع الريكورد بتاعه علشان بيقول لك اسئله في النص وبعدين ما فهمتش منه اجيب من اليوتيوب. المهم ان انا لازم افهم المحاضره، ما ينفعش ان انا اذاكرها لوحدي خالص، خصوصا ان انا لسه في سنه اولى ولسه ما اعرفش حاجه ومش مدرك اي حاجه. فانا لازم ان انا افهم المحاضره الاول، سواء من اليوتيوب او من الدكتور بتاع الجامعه، وبعدين ابدا ان انا اقرا المحاضره واحل عليها اسئله، وهتبدا انك انت هتكون يعني كده، اعتقد هتكون مقفل الامتحان ان شاء الله يعني. وما تقلقش، شوف دلوقتي متبقي قد ايه وقت على امتحان الميد، خطط وركز، اعمل جدول لنفسك، شوف عندك كام محاضره في كل ماده وابدا ذاكرهم كويس قوي. زي ما قلنا نذاكر الPDF كويس قوي ونحل اسئله ونركز، لو كانت في دكتور منزل اسئله نركز عليها حتى ولو مش بيجيب منها، على الاقل ان انا عيني شافت اسئله كتير، عيني شافت اسئله كتير بالانجلش، لان انا دايما عيني متعوده على الاسئله اللي هي بالعربي، لازم عيني تشوف اسئله كتير بالانجلش. اخد الخوف اللي هو موترني، يعني انا متاكده ان خوفكم مش من الماده، انا خوفكم انك انت تمسك الورقه كلها انجلش في انجلش، فانت خايف من الفكره دي.
بس الامتحان بيبقى جميل وما تقلقش وان شاء الله خير. ركز قوي واسمع ريكورد المحاضره من تاني، انا بقولها مره واثنين وعشرة، لازم تسمع ريكورد المحاضره وبعدين بتبدا تذاكر لوحدك. عايز تحفظ احفظ، يعني عايز تحفظ كل كلمه في المحاضره ومعاك وقت احفظ، بس انا من رايي ان انا طالما انا فاهم المحاضره فانا هقدر ان انا اجاوب على اي سؤال. يعني السؤال ما بيطلعش من بره البي دي اف بتاع المحاضره اطلاقا اطلاقا، حتى لو كان في رسومات في المحاضره ذاكرها لان هي بتيجي. بس كده انا وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا مني اي حاجه وقدرت اساعدكم في اي حاجه. باي.